سلام خياتي، نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير ان شاء الله. كما راكي تشوفي اليوم جبت لكم معشوقة الجماهير بواحد العجينة تتفتت وحدها بواحد المكون درته لها انا وانخلعت. يعني ما شاء الله واحد البيتزا كاري فيها واحد البنة تردك 20 سنة للور. يعني تتفكري الطفولة تاعك تاع بكري كيفاش كنتي تاكليها، هذيك الجو تحسيه في فمك. يعني جبتها لكم بواحد الطريقة انا نعتمدها، ما عندي بزاف ملي وانا نعتمدها وغير هي اللي ما نبدلهاش. بطريقة سهلة بسيطة يعني، وكاع الجزائريين يحبوها مالغري ما فيها والو غير عجينه وشويه لاصوص. بصح تجي بنينه بزاف، خاطش علاه عندنا بزاف ذكريات مع هذا البيتزا. اول حاجه نصلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا للصلصه واش نحتاجو كيلو طماطم، تكون شويه يعني طيبه. ونحتاجو حبه بصل، سنينة ثوم وريق رند، شويه زيت، ملح، فلفل الكحل. نحطهم فوق النار يتقلاو شويه كما كتشوفي هكا. نحطهم فوق النار هكا يتقلاو شويه، بعد نمرقوهم نضيف لهم حوالي كأسين حتى 3 كؤوس تاع ماء، ونخلوها طيب على خاطرها حتى نشوفوا الطماطم والبصل هذو كاع ذبالوا معانا هكا كما كتشوفي. شوفي هاي طابت. دوكا نميكسيوها بالميكسور، نحو قبل وريقة الرند، نحوها ونميكسيوها بالميكسور حتى تولي لنا صلصه خاثره وتجي شابه. هاي ليك نميكسيوها. يعني احنا هذه البيتزا احنا الجزائريين نحبوها بزاف بزاف، يعني فيها طعم الطفوله. هاي ليك شوفوا لاصوص كيفاش جات، تجيكم هكا خاثره. انا نحبها هكا خاثره واللون تاعها ما شاء الله. دوكا نطفوا عليها ونخليوها تبرد. نمروا للعجينه. العجينه هنايا واش درت كيله نتاع سميد رطب، وانا هنايا السميد اللي راه عندي ماشي رطب بزاف، شويه فوق الرطب. انتوما ديروا رطيبه معليش. اعبر نجلوه مليح كاش ما فيه كوتل ولا لازم نصيروه. ونضيفوا 2 كيلات نتاع فارينه ثاني كنصيروهم مليح، لازم نغربلوهم هكا. يعني هذه العجينه ما شاء الله ما نبدلهاش بزاف بزاف، هايله. دوك تشوفوا المكون اللي درته لها اللي عطاها الهشاشه وعطاها الخفه. واش نحكي لكم تقول لي ها غاطو. نضيفوا مغرف ونص نتاع خميره الخبز، يعني الملعقه هنا اللي استعملتها تاع الاكل، وملعقه نتاع سكر، ونضيفوا شويه ملح. خلطوا المكونات ونجيبوا حبيبه بيض. هاي ليك، يعني هنا بدرجة حرارة المطبخ، وفنجان صغير نتاع زيت، هنا من الأحسن زيت الزيتون. وهاوليك المكون اللي قلت لكم عليه اللي هو اللبن. ايه اللبن ديروه في العجينة تاع البيتزا وردوا لي بالخبر. شوف درت اللبن هنايا لازم يكون شوية دافي. اللبن هذا هو اللي عطاها الخفة والهشاشة. واش نحكي لكم بزاف بزاف جات يعني طرية بزاف. هاي ليك نلمو العجينه نتاعنا ونبداو نضيفو في الماء غير بشويه حتى نتحصلوا على عجينه طريه ومتماسكه. ليمو العجينه نتاعنا مليح. انا ننصحكم ديروا هذه الطريقه وردوا لي الخبر، تجيكم قلت لك واحد العجينه ما شاء الله غاطو غاطو. هاي ليك ليموها ندلكوها غير شويه ماشي بزاف، باش نتاكدوا باللي الفارينه هذيك والسميد راهم دخلوا مليح في بعضهم. راكم عارفين السميد يحب شويه الدليك. هاي ليك نليموها هكا كيما كتشوفي. شوفوا الله يبارك هي طريه. ودوكا نخليوها تخمر، ندهنوها بشويه زيت
هايليك ندهنوها باش ما تلصقش معانا. نغطيوها، انا غطيتها بابي الفيلم ونخليها حتى تخمر يضاعف الحجم نتاعها. هايليك بعد ما خمرت معانا، يعني سهله وبسيطه ما فيهاش كاع التعب هذا البيتزا، وتتحصل على كميه ما شاء الله. انا هنايا درت كميه شويه كبيره باسكو كان عندي زايد في الدار ودرتها غير هي يعني في الفطور. راكم عارفين الدراري يحبوا البيتزا مع كاس شربات واش نحكي لكم. هاي ليك شوفوا العجينه كيفاش راهي ما شاء الله. وهنا عندي لي بلاطو راكم تشوفوا فيهم الله يباركهم كبار، هذو اللي فيهم 40 على 30 سنتيم. انا دهنتهم بشويه زيت وذريت لهم شويه سميد شويه رطيبه. هاي ليك شوفي نقسموا العجينه تاعنا ومن بعد نحلوها نبداو نفتحوا فيها بالحلال. هاي ليك قسمي نتيا واش بغيتي ديري سنيوات كبار، بغيتي ديري سنيوات صغار. وشنو الكميه يعني ما شاء الله. انا هنايا تحصلت على 3 سنيوات يعني كبار ما شاء الله. نفتحوا العجينه تاعنا. هاي ليك ما ترقوهاش بزاف ما تخشنوهاش بزاف. حطوها في السنيوه سقموها مليح هكا ونحطوا لاصوص تاعنا. هاي لك نحطوا لاصوص كيما قلت لك. انا هنايا درت كميه كبيره، تحبي تنقصي نقصي الكميه، تقدري تعبري غير بالكاس تاع 220 ملي تحصلي على كميه قليله. انا هنايا تحصلت على 3 يعني سنيوات ما شاء الله. قلت لك سنيوه فيها 30 على 40 تحصلت على كميه معتبره، يعني تاكلي وتوكلي. نكمل كامل هنايا السنيوات تاوعي. وهنايا رشقتها بحبيبه زيتون. ما فيهاش بزاف تكاليف هذا البيتزا الكاري، فيها غير كيما قلت لكم غير لاصوص والعجينه. يعني انايا كاين اللي خليتهم هكاك بلا فرماج وكاين اللي درت لهم الفرماج. هاي ليك نحطوهم يطيبوا كيما كتشوفي. هاي ليك شوفوا الله يبارك كيفاش خرجت. رشيت لها شويه معدنوس من الفوق شويه زيت الزيتون. شوفوا ما شاء الله عليها كيفاش راهي، يعني بيتزا كاري تاع زمان، صرت تجي للثمانينات حنايا نموت عليها هذه البيتزا. شوفوا الله يبارك ما شاء الله عليها، جات هايله هايله. يعني كون تجربيها راكي حتدعي لي دعوه الخير. انا عارفه بلي تعجبك وتجيك شابه. شوفوا شوفوا ما شاء الله عليها طابت بالطبع. ما تحرقوهاش، خلوها تطيب على نار متوسطه. شوفوا كيفاش هي تنقسم. راني مانيش قادره نشدها في يدي تاع المطريه طريه بزاف، والبنه ما نحكي لكمش بزاف بنينه اقتصاديه بيان سور. شوفوا الله يبارك، يعني نتمنى تجربوها بهذه الطريقه تاع اللبن وردوا لي بالخبر، يعني خير من الحليب 1000 مره. وهاي ليك الصينيه اللي درتها بالفرماج. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه وتجربوها، وفي امان الله ومع السلامه.